بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي اللي وحشني متابعين قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النهاردة قناة المستر سبورتس هتقدم موضوع يعني حساس شوية، يعني ممكن يكون محدش يتكلم فيه أو في ناس عارفاه ومش عايزة تتكلم فيه. قناة المستر سبورتس النهاردة هتتكلم عن موضوع بعنوان المؤامرة أو المؤامرة الكونية. المؤامرة الكونية أو المؤامرة دي بتبقى نظرية بعض الناس بيبقوا مقتنعين بيها من جواهم كده، إن أي شيء بيحصل ضدهم ده ما بيبقاش ما بيبقاش بناء على تقصير منهم، لا إطلاقا، لا ده بيحصل عشان في مؤامرة عليهم إن هم يحصل معهم كده. الناس دول على فكرة الناس دول بيعانوا، والناس دول بيفضلوا حياتهم كلها في معاناة، لأن الناس دول بيعيشوا حياتهم كلها شايفين كل الناس اللي قدامهم أعداء، وشايفين كل الناس اللي في العالم وكل الناس اللي في الكون متآمرين عليهم، وشايفين إن هم أحسن ناس في الدنيا، مع إنه العكس، مع إن ده بيبقى العكس. زي تماما لما يكون عندك طالب أو ابنك في مدرسة في ثانوية عامة وتحصيله على قده أو خايب، طالب خايب يعني، فتلاقي في بعض اولياء الامور بيبقوا دايما مقتنعين ان ابنهم ده مفيش حد زيه. يا عم ابنك خايب، يرجع بقى الموضوع ليه بقى عفوا، يرجع الموضوع لان ايه، المدرسه والله هي لا تقدم تعليم جيد، ان الوزير بيعمل قرارات، يا الوزير وده بوظ الدنيا والدنيا باظت والواد مش قادر من كتر القرارات، ان المدرسين في المدرسه ما بيشرحوش، ان المدرس في الدرس لا يؤدي عمله كما ينبغي، ان كذا وان كذا، لغايه لما الولد يفشل. هو بيقدم للولد اصلا، يعني بيقدم له شماعات ان هو يعلق عليها الفشل بتاعه. هو ما قالش للولد في يوم من الايام انه مقصر، او قال لنفسه كولي امر انه مقصر. المؤامره ديت يا جماعه بتحصل في مصر وبشكل اوسع وبشكل كوميدي في نادي الزمالك. نادي الزمالك النادي العريق، نادي الزمالك بيتوارث عليه مجموعة من مجالس الإدارات ومجموعة من الناس اللي بتدير العمل في نادي الزمالك مقتنعين تمام القناعة بنظرية المؤامرة الكونية على نادي الزمالك. نادي الزمالك بتدار عليه مؤامرة كونية من الفيفا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم يا اخوانا، مش الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد المصري، ده الاتحاد الدولي، اتحاد الكون، الاتحاد الكوني لكرة القدم. حاطط الزمالك في دماغه وعامل مؤامرة على نادي الزمالك بشكل مريب وشكل فظيع جدا. الاتحاد الدولي لكرة القدم ساب كل اللي في ايده وساب كل الأندية وساب كل حاجة، وقعد مخصوص عامل لجنة مخصوصة لنادي الزمالك بتعمل مؤامرات على نادي الزمالك، مؤامرات كونية ان نادي الزمالك ده يفشل، وان نادي الزمالك ده ما ياخدش بطولات، وان نادي الزمالك ده الغريم بتاعه اللي هو النادي الاهلي ياخد كل حاجة، ونعمل كل حاجة للنادي الاهلي ده عندنا في نادي الزمالك، احنا واخدين موقف من نادي الزمالك. المؤامرات الكونية انتقلت من مجلس إدارة نادي الزمالك او من مجالس إدارات نادي الزمالك من ايام المستشار مرتضى منصور وقبل المستشار مرتضى منصور ودلوقتي حسين لبيب وبعد حسين لبيب. المؤامرات ديت طبعت او بهتت عند الناس يا جماعه، عند مشجعي نادي الزمالك. مشجعي نادي الزمالك النهارده مع احترامي الشديد ليهم بقى عندهم نظريه المؤامره في كل شيء. لعد مقتنعين ان في حاجه اسمها كاس العالم للانديه، لو الاهلي راحها مفيش حاجه اسمها كاس العالم للانديه. ايه كاس العالم للانديه ده اصلا؟ ده الفيفا عاملاه عشان بتعاند في الزمالك، يعني ده مخصوص معمول عشان يكسر نفسية الزمالك. ايه يا عم في ايه؟ وهو الزمالك ده بيمثل ايه في الفيفا اصلا؟ جماهير الزمالك بقت مقتنعة قناعات رهيبة يا جماعة ان مفيش حاجة اسمها بطولة الافرو اسيوية والمحيط الهادي ولا المحيط الهندي، ولا بقت مش مقتنعة ان في حاجة اسمها انتر كونتيننتال. لا ده الانتر كونتيننتال دي اتعملت مخصوص بالعند في نادي الزمالك، معموله مخصوص عشان توقع نادي الزمالك، عشان تتعب نفسيه نادي الزمالك. الناس ديت يا جماعه، الناس دي بتفضل تعيش حياتها كلها، الناس اللي عندهم نظريه المؤامره دول بيعيشوا حياتهم كلها في قلق وفي توتر وفي خوف وفي زعل وفي نكد. الناس دي ما عندهاش الفرصه ان هي
تفكر بعقلانيه، ان هي تبص مثلا لحاجه كده بالعقل. مفيش عندهم الكلام ده. الناس دول عندهم نظريه المؤامره بشكل رهيب. لو الاهلي خد الدوري يبقى في مؤامره كونيه من الاتحاد المصري على ان الاهلي ياخد الدوري. ان الاهلي خد الكاس بيبقى في مؤامره من كره القدم، الكره نفسها، المصنع اللي صنع الكره عمل فيها سحر او شغل كده ان هي تجيب اجوان للاهلي ويفوز وما تجيبش للزمالك. ان الاهلي خد بطوله، ان الاهلي انتقل للاعب، ان الاهلي حصل كذا، كل دي مؤامرات كونيه. انا بستغرب من بعض اراء ومن بعض يعني اراء بعض جماهير الزمالك يا جماعه، عقب كل بطوله ياخدها الاهلي او كل فوز بيحققه النادي الاهلي، حتى لو الزمالك مش طرف في الموضوع، يعني حتى لو الزمالك مش طرف، تلاقي نظريه المؤامره بتفرض نفسها. مؤامره كونيه من الاتحاد الدولي، من الاتحاد العالمي لكره القدم على نادي الزمالك. مفيش الكلام ده يا جماعه. جماهير الزمالك لازم تفكر بعقلانيه. جماهير الزمالك احنا كنا بنراهن عليهم زمان ان دايما اللي بيشجع الزمالك ده يعني بيبقى راجل كده فاهم كده وراجل كباره كده، ده زمان. دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي نظريه المؤامره الكونيه، نظريه المؤامره الكونيه على كل ما يخص الزمالك، ان كان في المدرجات، ان كان يا اخي وصلت لدرجه التذاكر يا جدع. يعني جماهير الزمالك عندهم جماهير الزمالك عندهم ان في مؤامره كونيه على نادي الزمالك في التذاكر من شركه تذكرتي. لا ده احنا هم بصوا بقى متوصيين عشان مش عارف يعملوا ايه. طول ما انت بتدعم في نظريه المؤامره صدقني عمرك ما هتنجح. اللعيب الفاشل او اللعيب اللي بيغلط وانت بتديله مبرر للغلط بتاعه عمره ما هيفيد النادي بتاعك. جماهير الزمالك لازم تفوق يا جماعه. الموضوع بقى كوميدي، الموضوع بقى كوميدي جدا، في انتقال لعيب، في صفقه، في فوز للنادي المنافس، في بطوله هنا، في خساره بطوله، في مفيش حاجه اسمها مؤامره. في حاجه اسمها على مسمع ومرأى من العالم كله. في حاجه اسمها بث مباشر. يعني النهارده الحاجات اللي بتتلعب او بتتنقل بتبقى بث مباشر، مفيش حاجه في الغرف المغلقه. هتعيش انت في نظريه المؤامره صدقني هتلعب نفسيا. الموضوع زاد عن الحد جدا وبقى كوميدي. الموضوع بقى كوميدي. سلام عليكم.